السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ولمسة جميلة على الجهة اليسرى تجاه احمد عبد المنعم، لكن الكرة رجعت وخطأ لصالح تيري. فرصة لتيري، سدد، فرصة، الهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة المريخ من خطأ دفاعي في هذه المباراة. والقناص سيف تيري لا يكذب خبر، سيف تيري يضع المريخ في المقدمة في هذه الدقائق، ويحتفل تيري مع الزملاء وريكاردو على الصورة والتدخل على الصورة. تيري القناص، تيري الهداف، يفتتح التسجيل مبكرا لمصلحة المريخ في هذه المباراة من كرة بالتأكيد سنشاهدها في الإعادة، سنتابع فيها كل الإفادة. هنا الخطأ من جانب الطيب عبد الرازق، خطف تيري، سدد، أبو 20 صد، كمل، تابع كورته، وضع الكرة في الشباك. هدف 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 لمصلحة المريخ، وخطأ كبير من الطيب عبد الرازق وأبو 20 في المرة الأولى، ولكن سيف تيري كمل بإصرار. سيف تيري وضع المريخ في المقدمة في هذه المباراة. هنا يفتتح في القمة رقم 49، يلعب الكرة للشغيل، خطأ مخطوفة من جانب توني أوجو. توني محاولة انطلاق في كرة خطيرة على الجهة اليسرى أمام الطيب، مرة توني يلعب كرة معكوسة رأسية، الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق القناص سيف تيري. تيري الهداف المرعب في هذه المباراة يضرب بقوة، يسجل الهدف الثاني في شباك الهلال. مباراة نارية بالنسبة لسيف تيري. سيف تيري القناص الهداف، واحدة بالقدم اليمنى وهذه بالراس، كرات خطيرة جدا. مستفيد المريخ من الأخطاء الدفاعية الهلالية، انضباط تكتيكي عالي جدا للمدرب الإنجليزي كلارك، عامل شغل مميز جدا في هذه المباراة. وتيري يحتفل مع جو صاحب التمريرة. شاهدنا هذا اللاعب مع التطواني توني ينطلق دائما على اليسار، ودائما يمتلك المهارة ويمتلك الحل الفردي، وبالتالي هو يقدم الإضافة بكل تأكيد. هنا الانطلاقة السريعة من جانب توني، مرة أيضا على الطيب عبد الرازق، والكرة لسيف تيري، رأسية مثالية، رأسية مثالية على يسار أبو 20، ملعوبة بذكاء من جانب سيف تيري. هنا الانطلاقة، هنا الانطلاقة من جانب توني، هياها على طبق من ذهب، على طبق من ذهب على راس سيف تيري. هدف ثاني للمريخ بالتأكيد. هذا الهدف يمنح معنويات كبيرة للمريخ. هنا محاولة وانطلاقة، وراية راية راية